بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب، علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب، وقابل التوبة من يتوب. أحمده سبحانه يجود بأعظم موهوب، وأشكره شمل بإحسانه كل مربوب. نصلي ونسلم على خير البرية محمد بن عبد الله الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل كل نطق أنطقه هيا على الحمد والشكر لله الذي أنعمنا السمع والبصر والأفئدة والعقل الذي تفكر به مخلوقات الله في العالم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أيها المستمعون الكرام، يسرني كثيرا في هذه الفرصة الطيبة أن أقوم أمامكم جميعا لأن ألقي المحاضرة بعنوان أثر الأخلاق في تقدم الأمة. أيها المستمعون الكرام، إن للأخلاق في دين الإسلام من شأن عظيم ومكانة عالية، حيث دعا الإسلام المسلمين تحلي بها وتنميتها في نفوسهم، لأنها أحد الأصول الأربعة التي يقوم عليها دين الإسلام: الإيمان والأخلاق والعبادات والمعاملات. ولذا نالت العناية الفائقة الكبرى ومنزلة العالية الرفيعة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. وهناك ارتباط وثيق بين الأخلاق والإيمان، وكل عمل يقوم به عبد المسلم يحتاج إلى أخلاق الحميدة وصفات الحسنة. ولا شك أن من فقد الإيمان والتقوى فقد فقد تلك الأخلاق، وكلما كان المؤمن أكمل أخلاقا كان أكثر إيمانا. والالتزام بمكارم الأخلاق فيه تقوية لإرادة الإنسان وتمرينها على الحب الخير وفعله والبعد عن الشر وتركه، وبذلك تتحقق سعادة القلب. وعلى رأس تلك الأخلاق الصدق، الصبر، الأمانة، التواضع وغيرها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في التحلي بالأخلاق الكريمة وصفات الحسنة، والتي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع والأمة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وصدق القائل: إنما الأخلاق ما بقيت، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
كيف يكون التعايش بين الناس في أمن وسلام لولا فضيلة الأمانة؟ وكيف نتصور مجتمعا مثاليا قادرا على قيادة العالم نحو الأفضل بدون مكارم الأخلاق؟ إذن فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية. ممكن هذا ما أستطيع أن ألقي في هذه الفرصة النفيسة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.